انت ممكن تكون اكتر شخص طيب وحنين، بس لو معرفتش حدودك ممكن تتحول لاكتر شخص خانق ومؤذي. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. في ناس فاكرة ان القرب الشديد هو اكبر دليل على الحب، يسألك كل شوية بتفكر في ايه ومع مين وهتروح فين. بس الحقيقة القرب الزايد ده ساعات بيكسر المساحة اللي الانسان محتاجها علشان يفضل سليم نفسيا. كل حد بيحب على طريقته، بس اللي بيحب بجد بيدي مساحة مش بيخنق. في اتنين اخوات، واحد بيحب الهدوء والتاني بيحب اللمة والكلام الكتير. الاول دايما بيتقال عليه منعزل، بس محدش سأل نفسه هو ممكن يكون محتاج مساحته مش اكتر. في بيوت بتحرمك من حق بسيط زي انك تقفل الباب او تسمع مزيكا لوحدك، كأن المساحة بقت ترف. البيت اللي بيديك مساحة هو اللي بيتخلق فيه امان حقيقي. واحيانا بيجي في بالك سؤال كده، هما صحابك بيحققوا معاك ولا بيتكلموا معاك عادي؟ زي واحد صاحبك مثلا، واحد صاحبك قرر ياخد اجازة من الناس شوية ويرد متأخر ويبعد وما يردش عليك، تقوم تحس انه اتغير وتضغط على نفسك انه يشرح ويبرر يطمنك كل شوية. بس طب هو مش ممكن حقه ان هو يبقى تعبان ويبقى محتاج يراجع نفسه شوية؟ اللي بيحترم مساحتك وقت هدوءك هو فعلا اللي يبني معاها علاقة صح. الصاحب الصح مش اللي بيحصرك، الصاحب الصح اللي لما تسكت ويسمعك من غير صوت. وعلى فكرة اوقات العلاقات العاطفية ما بتكونش سجن. يعني في بنات وشباب بتدخل علاقة وتحس كأنها اتحبست، وكل خطوة لازم تتشرح وكل ساعة محسوبة وكل لحظة متراقبة. بس الحقيقة المساحة ما فيهاش تحديد، المساحة فيها أمان. لما تثق مش هتراقب، لما تحترم حدود غيرك هتحمي حبك. الحب من غير مساحة بيتحول لذنب مش شعور. ومن غير مساحة الإنسان بيخسر نفسه. لو كل قراراتك لازم تتراجع وكل مشاعرك لازم تتفسر مش هتلاقي وقت تبقى أنت. المساحة مش رفاهية، ده أكسجين العلاقات. كل مرة بتسمح لحد يكون نفسه بتبني بيه علاقة بتعيش. بس لو جيت سألتك سؤال وقلتلك عارف مين أكتر حد بيكسر لك مساحتك أوقات، هتبقى مش عارف مين، وساعتها هتفكر في الناس القريبين منك. بس الحقيقة هو أنت. لما تبالغ في جلد نفسك ولما تحاول ترضي كل الناس ولما تنسى نفسك في الزحمة، لازم أكون موجود. احترامك لمساحتك يبدأ منك مش من اللي حواليك. مش دايما العدو براك، اوقات بيكون جواك وبيحتاجك تفهمه مش تحاسبه. واحب اقولك في نهاية الحلقة، احترام المساحة مش قلة حب ولا ضعف تواصل. احترام المساحة هو اعمق شكل من اشكال الاحترام. سيب الباب مفتوح بس حط عليه يافطة: ادخل باحترام.